السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت ضعيف في الانجليزي او شايف المادة دي كابوس، لو بتدخل الامتحان وانت خايف مش عارف حاجة في المادة، الفيديو ده ممكن يغير علاقتك بالانجليزي للابد. مش كورس تأسيس، مش كورس تحفظ وتنسى، ده كورس يخليك تدخل اي امتحان انجليزي كأنه عربي. ايوه حرفيا كأنه عربي، وده عن تجربة ناس كتير. انت هتدخل ثالثة ثانوي مش هتكون محتاج تذاكر انجليزي اصلا، اما لو انت ثالثة ثانوي اصلا تقدر تخلص الكورس قبل الامتحانات. والكلام ده مش مبالغة ولا دعاية، ده كلام ناس مجربة بنفسها. اغلبنا مشكلته مع الانجليزي مش انه مش بيحب المادة، المشكلة انها اتعلمناها غلط، كلمات متفرجة وقواعد محفوظة ومفيش لغة حقيقية. بتدخل أي منهج جديد تحس نفسك تايه رغم إنك بتاخد معظم الكلمات تاني ونفس القواعد، هو المضارع البسيط اللي بيتكرر كل سنة وباقي القواعد المتكررة اللي هتفضل تدرسهم كل سنة وتضيع وقتك عليهم، وكأنك بتبدأ من الصفر كل مرة. عشان كده بتمل من المادة ودايما بتسيبها للآخر. الكورس اللي هكلمك عنه في الفيديو ده مش هيعلمك إنجليزي للامتحان وبس، ده بيعلمك اللغة نفسها. بعد الكورس أي كلمة تقابلك تفهمها، أي قاعدة تحس إنها منطقية، أي امتحان إنجليزي تحله وأنت مطمن، ومنهج ثالثة ثانوي تحذفه من دماغك عشان مش هتكون محتاج تذاكر أصلا. بس عشان أكون صريح معاك، الكورس ده مش هيكون صغير ومش هتخلصه في شهر ولا اتنين، ممكن يكمل معاك لمدة 6 شهور أو أكتر أو أقل على حسب استيعابك. بس الفرق إنك في الآخر مش هتبقى بتذاكر إنجليزي، أنت بتمارس اللغة. والأحلى إن الكورس مجاني 100%، مش محتاج اشتراك ولا فلوس ولا كورسات وهمية، بس محتاج منك صبر والتزام وإنك تبدأ من دلوقتي. وكفاية المقدمة الحماسية دي وندخل في التفاصيل. في الفيديو ده بإذن الله هقول لك اسم الكورس والتطبيق، محتويات الكورس، إزاي تشترك في الكورس وتمشي عليه خطوة بخطوة، وإزاي تطلع منه وأنت من غير فعلا لو ناوي ترتاح من الإنجليزي للأبد ومرة واحدة. نبدأ باسم الكورس، والكورس ده اسمه زيميريكان انجلش، والكورس ده موجود على اليوتيوب بشكل مجاني تماما، موجود على تطبيق زيميريكان انجلش بشكل مرتب وامتحان بعد كل درس. تقدر تحمل التطبيق من متجر بلاي عشان تتابع الدروس بشكل مرتب. طيب ايه محتويات ومميزات الكورس ده؟ الكورس ده عبارة عن 4 مستويات، كل مستوى في عدد حلقات حوالي 150 حلقة للمستوى الأول، والمستوى الثاني حوالي 170 حلقة، أما المستوى الثالث والرابع فعدد الحلقات أقل لأنه بيكون بيخلص اللغة معاك، وكل حلقة حوالي من 10 ل 20 دقيقة، يعني وقت لا يحسب من يومك. وكل مستوى فيه عدد من الكورسات، كل كورس بيركز على مهارة معينة زي كورس الصوتيات أو كورس القراءة أو كورس الكتابة وغيره من الكورسات المختلفة اللي بتطور اللغة عندك. وأنا مش بعمل دعاية أو ببالغ في الموضوع، بس هتشوف طريقة في التعليم ما شفتهاش في أي كورس مدفوع، لأنك هتطلع من الحلقة مش محتاج تحفظ كلمات. وده فعلا لأن مستر إبراهيم عادل صاحب الكورس بيشتغل على طرق مدروسة ومجربة، وبيوصل لك المعلومة وتفهمها كويس خلال الحلقة. مش محتاج تحفظ أعمدة كلمات وتنساهم تاني، لأن الكلمة اللي بتدرسها في الكورس هتفضل محفورة في عقلك، بس مش محتاج غير مراجعة بسيطة كل فترة. طيب ازاي تشترك في الكورس ده وتبدأ معاه من دلوقتي؟ كل ما عليك تحمل التطبيق، هسيب لك الرابط في وصف الفيديو، وبعدين تسجل حساب وتبدأ في الكورس الأول وهو كورس التعلم من الصفر، وده عبارة عن كلمات في جمل عشان تحفظها أسرع. طيب هتمشي ازاي في الكورس ده؟ هتبدأ أكيد من المستوى الأول، وده فيه حوالي 10 كورسات، كورس التعلم من الصفر وكورس تعلم الصوتيات وكورس القواعد وكورس الاستماع وباقي الكورسات عشان ما اطولش عليك في الفيديو ده. وانت مطلوب منك بس كل يوم حلقة أو حلقتين وما تزيدش عن 3 حلقات عشان تكون محافظ على استيعابك وتفتكر كل المعلومات، وبلاش الحماس الزايد ده وتاخد 10 حلقات في اليوم عشان هتكروتهم وهتنساهم بعد فترة، فهتستمر كل يوم 3 حلقات أو أقل في بداية يومك. وبعد ما تخلص الحلقة تحل الامتحان على التطبيق وتذاكر الدرس، مش هياخد منك وقت. طيب هتذاكر منين؟ أكيد الكورس ليه كتب، بس انت لو مش عايز تشتري الكتب دي موجودة بصيغة PDF، هبعت الملفات دي في قناة التليجرام، هتلاقي اللينك في وصف الفيديو. طيب انت كده عرفت هتمشي ازاي في الكورس ده، بس في حاجة مهمة حابب انبه عليها الا وهي الاستمرارية. مش هتقدر تتطور ولا تكمل حتى المستوى الاول لو كنت ضعيف مش بتعرف تستمر في حاجة، لان الكورس طويل حوالي 500 حلقة. بس انا قلت لك ان مدة الحلقة قليلة مش هتاخد منك وقت، وعشان قلت لك انك هتدرس كل يوم 3 حلقات بس، فالكورس ده يستمر معاك حوالي 6 شهور، مش محتاج منك غير الالتزام ويكونوا حاجة اساسية في يومك. وباذن الله هتلاحظ الفرق من المستوى الاول، وخاصة المستوى الثاني بعده باذن الله هتلاحظ فرق ظاهر وتغير في مستواك تماما. طيب ممكن يجي سؤال في بالك وتقول طيب انا هقدر اذاكر ازاي خلال الدراسة؟ انا هرد عليك بسؤال، هل انت لو خدت منك ساعة في اليوم هيحصل حاجة؟ بالظبط كده، الكورس وقته لا يحسب من اليوم، عشان كده توكل على الله وخد القرار من دلوقتي وانت معاك اسم القناة وطريقة المتابعة في الكورس، وكمان الكورس مجاني وموجود على اليوتيوب. ايه عذرك؟ مستني ايه؟ هتأجل وتراكم الانجليزي زي كل سنة؟ انت صاحب القرار، بلاش تتكاسل. وبس كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا وفي معظم التفاصيل. اتمنى تبدأ وبلاش تأجيل، عمرك بيضيع. وبس كده، لو عندك سؤال اكتبه في التعليقات، واتمنى اكون قدرت افيدكم بالفيديو ده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.